اهلا بيكم في حلقه جديده من مود كاست. يعني مش هقدم الدنيا تاني عشان احنا لسه جايين من الحلقه اللي فاتت. عامل ايه يا شيكو؟ الحمد لله تمام. قال يعني روحنا وجينا. قال يعني عامل ايه يا عم جو؟ الحمد لله حبيب قلبي، كله تمام زي الفل. خلصنا الجزء اللي فات وعرفنا مين شيكو، وعرفنا الدنيا كانت على ايه قبل الشيكو. نقدر دلوقتي نقولها بالفم المليان يعني. واهلا بيكو في الشيكو شيك. الشيكو. قول لي يا عم شيكو، عايز ارجع من الاول خالص. عايز الناس يعني الناس شافت ايه الباك جراوند اللي شيكو جاي منها اصلا، والراجل ده شغله ايه والدنيا ايه وفاهم لحد فين او اشتغل او خبرته لحد فين، فعشان كده بيطلع يقول. تعال بقى نتكلم في الراجل ده في الراب او في المزيكا عموما لحد فين. اوكي انا عايز اروح هنا قوي، ماشي. فعايز ارجع معاك للاول خالص، لاول مزيكا سمعتها في حياتك. تفتكر اول مزيكا سمعتها في حياتي كانت عمرو دياب. اوكي دي كانت البدايه تعتبر. تفتكر الاغنيه؟ الاغنيه لا اعتقد. لا استنى اقول لك، كان ألبوم تملي معاك. اوف بلوفر. ده البلوفر بتاع تملي معاك. ده كان اول ألبوم اسمعه عن ادراك. في الاول كان في مزيكا بتتلعب. يعني لا مش فاهم يعني في الاول في مزيكا عادي في البيت، في ام كلثوم بتشتغل، في عبد الحليم، في هشام عباس، في الناس دي. بس فكره انه انا قاعد مع ناس بقى، كان وقتها عندي 3 اصحابي بيفهموا مزيكا جدا، فكانوا بيقعدوا في وقت التراكات هم ماسكين الكفر، مهتمين بحاجات انا مش مهتم بيها. انه مين اللي كاتب، مين اللي ملحن، مين اللي موزع. الاغنيه دي رقم 6 فدي اللي بتبقى المقسوم، والاغنيه دي رقم كذا فدي اللي هتبقى كذا. ايه ده؟ هم حافظين. انا ما اعرفش حافظين ترتيب اغاني عمرو دياب. لما تيجي ترتب اغانيه هتلاقي رقم 1 المقسوم، رقم 1 دي بتبقى الهاوس ميوزك بتاعته. وعنده مش فاكر رقم كام بتبقى المقسوم 6، وعنده الرقم 3 دي بتبقى هي الرومانس شويه، وعنده رقم 7 بتبقى الفراق. عمري ما ركزت في النقطه دي. ففاهم هم كانوا مركزين لدرجه ايه. فانا كنت قاعد انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ في يا جدعان يعني مبهور جدا. وهم موقفين حته في الاغنيه، بص هنا ونقل منين لفين. هم ما فيهمش غير واحد فيهم بيلعب مزيكا، بس الباقيين بيحبوا المزيكا. اوكي. فانا كنت متربي وسطهم. يعني دول الشله اللي كنت باخر كل اسبوع يوم الخميس بنروح نسهر مع بعض. بنعمل ايه؟ بنسمع مزيكا رايق، وانا قاعد مش فاهم، بسمع مزيكا معاهم مبسوط، بس مش فاهم انا مبسوط ليه. فكان مثلا بالنسبه لي كنت مش فاهم لدرجه اني بقول لهم يا جدعان ده محمد عدويه صوته بيروح في النص، انتوا مبهورين منه ليه؟ قال لك في حاجه اسمها البحه، دي بحه في صوته يا حمار. فهمت يعني ايه بقى في هنا مقام، وبعد كده هنا في ايه وايه وايه. ابتديت اسمع مزيكا. حلو ده. زهقت. اوكي. انا كل ألبوم زي ما بقول لك، انت في الاول في هاوس ميوزك وفي مقسوم وفي واحده هو بيدور عليها وبيحبها جدا وبتسيبه. طب وبعدين هنفضل نسمع ده كل فتره ونقعد نستناهم. فقعدت ادعبس على الانترنت كده، كان في حاجه اسمها منتديات. ايوه. فكان في منتدى اسمه افتكاسات. جميل. لقيت عليه حاجه ألبوم ده ناس انا ما اعرفش مين دول، كان اسمهم واي كرو وقتها. اوكي. ومنزلين ألبوم اسمه ملوك اسكندريه 12 تراك. ايه ده؟ ماشي. فقمت منزل الألبوم. ايه ده راب، ده اللي انا بحب اسمعه بره. مصري معمول حلو قوي. يلا نسمع. قعدت سمعت. انا اتعلقت بالناس دي قوي، لا اعرف دول مين ولا اعرف اساميهم. انا عارف ان دول الواي كرو، لكن ما تعرفش اشخاص يعني. ما اعرفش ده مين، ما اعرفش شيء، ما اعرفش عمر بوفلت، ما اعرفش كل الناس دي. فبالنسبه لي ايه ده، الالبوم حلو وفي مزيكا حلوه وفي سبيتنج حلو. ماشي، انتوا جايبوا لاصحابي بسمعه لهم، لا ما حبوش. اوكي. قال لك لذيذ بس تمام انت سمعته. بس مفيش بقى واحد ما تكنو 2 مقفول. مفيش. هم ملوش الاستيريوتايب اللي هو متعود يشوفه كل مره من عمرو دياب. لا كلام شارع يا برو، كلام شارع. في حاجات شبهي، في خناقات، في صراعات نفسيه جوه. انا بحب ده وبحب اسمعه بره. يعني بره ما بتاثرش بيه قوي لانه بيحكي برضه عن صراعاته النفسيه بره. انا مش عايشها، فانا مش قادر المسه قوي. المزيكا هي اللي لمساني بس الليركس بتاعته مش لمساني. فلما طلع ده ابتديت ادعبس، هو في راب مصري. ده طلع في راب مصري. فكانت البدايه واي كرو، بعد كده انا فاكرهم بالترتيب، بدايه واي كرو، بعد كده ايجي راب سكول، بعد كده اسمع ليها سولجرز. اوكي. دول كده بالترتيب، دول الاول، دي التاني، ده التالت. سمعته. بعد كده قمت ناقل على ظهر في وسطهم وانا قاعد بقلب، كان وقتها اسمه مودي راب. اوف. هو محمد أسامة. بالظبط. فكان محمد أسامة عجبني انه هو بيبقى فيلسوف شويه.
وانا هنا بس انا عايز اقول حاجه، انا اسف بغض النظر يا جماعه عن شخصيات الناس دي، احنا مالناش دعوه، انا بتكلم مزيكا كده شاوت اوت لاي حد اسمه جه الحلقه دي، الحلقه اللي فاتت، شاوت اوت لكل الناس بالظبط. خليك حلو، احنا قاعدين بنتبسط، ما تبقاش ما تضيعش علينا. علشان لما بطلع اتكلم عن حد انت مش عارف عمل فينا ايه، مش عايز اعرف، احنا مالنا، انا عايز اتكلم عن التراك بتاعه بالظبط كده بس جامد. فابتدت بقى الناس دي بعد كده بقى مرورا بكل الهيصه، بس انا بتاع راب، انا ده هنا شيكو هيسمع راب ده من وانا 19 سنه. اوكي. فضلت بسمع راب لحد السن ده، اوكي، لحد ما الراب مات وقام تاني. 19 سنه ده كان سنه كام تقريبا؟ احنا دلوقتي 2025 وانا 35 سنه، يعني انت 90. بتتكلم في 90. لا 90. انت مواليد 90؟ انا مواليد 89. 89 ماشي 89 ودي ده حوار كبير قوي. حصه ماس، استنى انا احسبها لك بسرعه دلوقتي. 99 99 ادي كده 19 و9 19 سنه، يبقى اتكلم في 2001 2002 مثلا السكه دي 2000 ولا 2005 بعد سكه 2010 غالبا 2009 2010 2009 2010 اوكي 2009 2010 صح 2009 2010 علشان بعد كده ظهروا كان اسمهم ايه ايفولوشن ريكوردز اللي هم كانوا بيعملوا الراب بتاع الثوره. ايوه فدول ظهروا بعدها. طب ام سي امين ما عدى بقى في الوسط بقى، الرجاله دي كلها بقى عدت. عدى بقى ام سي امين، عدى اريبيان نايتس بال موني بروم البي. مش عايز انسى ناس من الاو جيز القدام قوي، بس انت ركزت مينلي عشان يعني احنا بنتكلم عادي يعني انا ركزت بالنسبه لي ان انا قاعد بسمع، انا مش عارف التراك اللي جاي عن ايه، هو مش عارف البني ادم اللي جاي يحكي لي ده هيحكي عن ايه. في تراك لمحمد اسامه بيتكلم عن 27 محافظه. اوكي. فبالنسبه لي كنت وقتها وانا صغير، انا عمري ما حفظت ال 27 محافظه بتوع مصر، هو حكاه فانا حفظتهم من التراك ده. اوكي فاهمني؟ ايوه. فبالنسبه لي اضاف لي حاجه غير انه كنت مبهور جدا بشويه كلام بيتقال، ايه ده ازاي بيوصف كده. زي في تراك ملوك اسكندريه، مش فاكر الفيرس بتاع مين، بس قال لك في ناس بتحب الخير وناس بتروي الزرع سم. اوكي فاهم؟ هو قال لك ما قالكش في ناس بتحب الخير وناس بتموت الزرع، هو لا قرر يعمل تشبيه صعب جدا انه بيروي الزرع بس بيروي سم. فهو باين للناس ان انا بروي الزرع يا جماعه، بس هو بيقتل الزرع. فده بني ادم بالنسبه لي قعد كتب لاين وكتب بار. تعب في كتابه شكرا. تعال انت بتاعي انت قدرت شغلك انا هقدرك. غالبا كان 9 مللي اعتقد او حاجه زي كده. مش عارف، بس دي كتابات شاهين قوي. انت صح، كان تراك 9 مللي 9 مللي هم مملوك اسكندريه. صح صح. الفلو ده كان هناك، الناس بتحب الخير والناس بتروي الزرع السام. هو ده صح. والله لو فتحت لك الهيستوري امبارح كنت بسمع الالبوم ده بجد والله بجد. لو فتحت الهيستوري دلوقتي هتلاقيه بجد. ده مهم جدا يعني، اي حد بيحب الراب عدي عليه عشان كانت بدايه صعبه قوي. بدايه الراب عموما في مصر كانت صعبه وكانت لا انه اللي بتعمله ده غريب ومش متقبل. ايوه كنا عبدة شيطان وقتها. بالظبط. وكمان بقى الاهالي رافضه ده تماما زي اي حاجه بتظهر في مصر. فكان الراب بيجيب سرطان طبعا. طبعا. فكانت صعبه. وكمان فكره بقى انك انت مفيش امكانيات. يعني لو كنت رحت لقيت المنتج في مصر هقول لك اطلع بره. صحيح. لو رحت الواحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا مزيكا هيقول لك اطلع بره برضه. حصل. الناس مش فاهمه ايه ده. كانت صعبه فشخ. انا عن نفسي مش قوي، مش بنسميه توال كرو قوي يعني. كنت بحبهم فشخ بس مش هسمعهم قوي. فاهم قصدي ايه؟ لكن ريسبكت فشخ للناس دي على اللي هم استحملوه. حصل. انا بقول لك امبارح لسه سامع الالبوم اصلا. لا انتوا ناس جامده يعني. انا شوف احنا في 2025 اهو، لا الناس دي عملت حاجات سابقه عصرها. عايز اقول لك ان الكواليتي اصلا يعني بتاعتهم زمان والله تتفوق على الناس دلوقتي. بالظبط. ده شغل بوفلو. انتوا ازاي كان سابق. وزي ما انت بتقول الليركس مكتوبه تحس ان هو تعبان فيها بجد، مش حاجه كوميرشال. لا هو انا بحكي في اللي جوايا اللي انا شايفه. هو فاهم الثقافه. بالظبط. هو ما كانش بيراب عشان بيراب، هو كان هيب هوب بشكل عام. وده الفرق ما بين زمان ودلوقتي. زمان كان الثقافه كلها الهيب هوب كلها. دلوقتي في رابرز بس ما لهمش علاقه بثقافه الهيب هوب تمام. رايحين. فاهمني؟ رايحين والله. وده مش عيب فيهم، هو في الاول في الاخر بيزنس. العصر ده عامل كده فتمام. انا براب علشان انا بعرف اراب. بس هل هو فاهم في ثقافه الهيب هوب؟ اعتقد لا.
صح. مش انت جاي تتفاجئ؟ والله لا اصل انا اتسحلت مع كلامه فعلا. لا وبفكر فعلا في اللي جاي. لا يعني انت دلوقتي ما فيش ليركس مكتوب، هو بيقف يمنبل على المايك. هنروح. ما لا معلش اصل استفزني يعني، الحته دي استفزتني قوي. طب انا عايز اعرف بدايه الشيكو شيكو بقى جت من ايه؟ هي موجوده من زمان، يعني زي ما هم كانوا بيستعرضوا عليا اصحابي ان هم كانوا بيقعدوا يحللوا لي التراكات بتاعه عمرو دياب ويفهموني بتحصل ازاي، وتامر حسني واشباه البوب ميوزك يعني. يس. انا كنت بستعرض عليهم بالراب. ليه؟ علشان الراب فيه اكتر حاجه انا بحبها، الكتابه. انا بعرف اكتب جدا، وبعرف احلل لك الفيلم ده اتكتب ازاي. اعرف العب اللعبه دي معاك، اعرف اقول لك الفيلم ده ليه حلو وليه وحش، هنا وقع منه ايه وهنا ما وقعش منه ايه. فكنت بفهم الراب بسرعه جدا، فبروح لاصحابي بص هو هنا قاصد كذا، هو هنا عمل كذا. فكنت بعمل الشيكو شيكو دي في وسط اصحابي. اوكي. ده الطبيعي ان هم قاعدين انتوا سمعتوا تراك كذا، طب كنتوا فاهمين انه لما قال كذا حصل كذا؟ خدتوا بالكم من السويتش فلو ده؟ فاهم يعني ايه فلو اصلا؟ وابتدي اشرح لاصحابي فيحبوا الراب. ليه بقى؟ عشان كنت حاسس ان انا وحيد في وسط اصحابي، عايز واحد يحب الراب معايا، فبتحاول استقطبه. طب تعالى بص الحته دي، ما تسمع معايا راب. يعني نفسي لما الاقي تراك جديد ابعته لحد، ما كنتش بعرف ابعت لمين. انا كنت كده فشخ في فتره المهرجانات. اوكي طبعا، انه بدايه بقى الدقيقه الستة وبتاع. لا انا ما كنتش بسمع مهرجانات. اوكي. بس صحابي كلهم مضروبين هناك، ويقول لك بص كلامهم حقيقي، بص مش عارف، طب ما تيجي تسمع حاجه تانية بص كده معايا، مش عارف ايه، فاهم؟ الناحيه التانية في الراب. فكنت بحاول اللي هو برضه بحاول اشد الناس معايا. اوكي تعال اسمع دي معايا والنبي يا عم. الاثنين دخلوا في بعض دلوقتي والدنيا ساحت. بالظبط. فدي كانت بدايه شيكو شيكو، انه كنت بحاول استقطب الناس لاكتر حاجه انا بحبها، هي المزيكا دي. يعني انا ما حبيتش مزيكات كتير قوي. ممكن اسمعها وما اتضايقش، يعني الروك ميوزك احبها، بس السوفت روك الهارد روك ما اقدرش. تكنو ده ما لا، حاجه بشعه. حاجه بشعه غير مفهومه ان بني ادم يقعد يسمع لوب. صح. ليه؟ ما انت بتعذب، ده احد وسائل التعذيب على فكره في السجون. يس. انه يعيشك في لوب. يس. انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ فمع كامل احترامي اللي بيسمعوها، بس انا ما اقدرش اسمع التكنو مهما حصل. هاوس ميوزك عديت عليها شويه، بس برضو ما اقدرش اسمع خبط جديد. انا هيب هوب ميوزك اكتر، راب ار ام بي السكه دي. بس انت في الكتاب عموما يعني، اللي انا مستشفه دلوقتي انه شيكو اي حاجه هتلمسه كتابيا هيروح. بالظبط. يعني اول ما حد اصيع مني، اول ما الاقي حد عرف يخش جوه دماغي. اوكي. انا ما فكرتش في دي، انت فكرت فيها، انت اصيع مني. جامد فشخ. حلوه قوي. انا بحبها قوي النقطه دي. اي وبغير. هو يوصلني لمرحله الغيره دي، انه انت فيك يالا زياده عشان تطلع دي قبليه. انا عارف ان انا اعرف اطلعها، بس انت وصلت لها قبلي، فانت اصيع مني. حلوه فشخ. فبحبه جدا، ووصفها صح. يمكن يكون وصفها احسن من ما انت كنت هتوصفها. جدا جدا فوق ما تتخيل بقى. يعني انت فيك ايه يا شاهين عشان تعمل حديث مع الأنا؟ ما كلنا عندنا حديث مع الأنا. انت ازاي انت اللي فكرت فيها قبلينا؟ كان طفره. فمخليني غيران. كان بغض النظر بقى مين اللي كاتبها. بس تمام، انت اللي طلعت المنتج ده. وكان طفره كمان في الكوميرشال. يعني انت عامل تراك راب صرف يلمس اي حد، وكوميرشال يشتغل حلال. بالظبط. فاهم قصدي؟ فكان تصويره حلو يعني كل حاجه لذينه. وانا بوقتها بقى عايز اقول لك ان المخرج بتاعه كنت انا شغال معاه، بس انا ما اعرفش ان هو مخرج. واكتشفت بالصدفه واحنا قاعدين، لما اتقابلنا في مره واحنا قاعدين في قعده مونتاج، فشغلت تراك. قال لي وانت بتسمع راب؟ قلت له قال لي سمعت حديث مع الأنا؟ قلت له طبعا انا حافظه. قال لي انا المخرج بتاعه. قلت له ما اعرفش، كان اسمه بدر ضاحي، وطلع انه كان واحد من الواي كرو زمان اصلا. بس يعني هم كانوا كتير، الواي كرو دول كانوا ضخم. فكان اي حد في اسكندريه بيراب يخش واي كرو. يس. طالما بيحسوا ده، ودي كانت حاجه حلوه فيهم قوي. بحس يعني عموما الاسكندرانيه شاطرين في الحته دي قوي، ان هم يحابوا على بعض جدا. بس اول ما بيطلعوا يعني ما علينا يعني. هتضايقك؟ حد ضايقك؟ لا والله ما حدش ضايقني، بس ما اعرفش انا اقول كده، انا حر يا جدعان. كده اول ما بيطلعوا بينسوا ده. بس مش الاسكندراني بس، ده اي حد لما بيطلع بينسى. ما هو عندك مسار اجباري يا ابني، ما هو اسكندرانيه، بس دول غالبا البس اللي كملوا. صح، عندك حق. هم الرابرز عموما هم اللي كده، بس هم الرابرز. ايوه اسلكوا شويه لله. بس خد بالك انه انت لما حد جه يكلمني في مره قلت له احنا ده مجال صعب. انت بقيت راب او بقيت رابر، فانت خلاص بقيت معاك ايجو، ده بلت ان
صح. هو الرابر لو ما عندوش ايجو مش هيبقى رابر. فهي الفكره كلها في انت بتتعامل معاه ازاي، مش هو يتعامل معاك ازاي، هو يتعامل معاك بايجو. انت هتستقبل الايجو بتاعه ده وهتخليه ازاي مش ايجو، تخليه ازاي مقتنع بيك انه يكلمك بطريقه احسن من كده. فاهمني؟ لان الناس بتتخانق معاهم بالعكس، انت خلاص باي ديفولت هو عنده ايجو. طب انت قابلت بسبب الايجو ده ان حد يدخل يقول لك انت ازاي تقول كده على مزيكتي؟ لا الحمد لله. ما اعرفش ازاي. الحمد لله يعني. يعني اعتقد ان انا ما عنديش من اللي انا سمعته يعني، حتى في ناس ما عملتليش كومنتات، في ناس ما بعتليش، ما عملتليش فولو باك. اوكي. بس اللي حواليهم قالوا لي انه مبسوطين باللي انا بقوله. حتى في حاجات بنتقدها ما حدش بيزعل منها، وبالعكس في حاجات بنتقدها بيخشوا يقولوا لي احنا عايزين نسمع ارائك. وده كمان في المينستريم مش الشباب الصغير. فلحد دلوقتي لا يعني ما حصليش خناقه او انه حد يدخل فيا. طيب جامد كده. سبوبة انتشار الصفحات بتاعت الراب والريفيوهات بتاعت التراكات والكلام ده. ايوه. فكرة انه بقى في ناس بتعمل ده كوميرشال فشخ. انا مع اي حد يطلع يقول رأيه في اي حاجة في الدنيا، انت حر. صحيح. ما تبقاش دي الطريقة اللي انت بتطلع تقول بيها عشان تكسب فلوس بس. وانت كنت لسه منزل ستوري من قريب بتتكلم في ده. عايز اعرف رأيك هنا بقى. ماشي. بص هعيد تاني اللي انا قلته في الستوري ويبقى عندك كده برضو ايه ثابت مدى الحياه. انا لحد دلوقتي ما خدتش جنيه. حلو. هل انا واخد فلوس؟ انا واخد فلوس جدا. لو اقدر ابقى غني من الشيكو شيكو ده هعمل كده. لو اقدر اسيب اللي ورايا واللي قدامي وحسيت ان الشيكو شيكو ده هيخليني انا تمام وهيخليني اتنازل عن الفلوس اللي باخدها من شغلي اللي بره، هعمل ده. مش هقول لا. حلو. لان انا مش ملاك. كلنا بادئين، انت بادئ البودكاست ده وانت بادئ البودكاست ده على امل ان شاء الله ده ينتشر ويبقى مصدر دخلنا. مظبوط. نفس الفكره في صفحات الراب، هي بدات علشان ايه؟ في الاول في الاخر هو قال لك انا بدعم الراب. هو ما كانش صريح بس معاك، لا هو بادئ مشروع كبر فاصبح فاترينا حلو. فبقى هو بالنسبه له انا بقالي كتير بستثمر فانا لازم اكسب. حلو تمام. لحد هنا انا موافق. اكسب بس ما تنساش ان انت كنت طالع تدعم. بالظبط. وفي ناس هي بدات قالت لك انا مش طالع اكسب منه فلوس، انا طالع عشان بحب الراب واعمل ده. حلو. اول ما دخل له منه جنيه نسي ده طبعا. نسي المبدأ ده وبقى انا كلب فلوس. اكسب فلوس على قد ما تقدر وانا اساعدك كمان تكسب فلوس. بس ماشي. زي ما بقول لك ما تنساش تدعم. اكسبها حلال يعني كده حلال، مش قصدي حاجه يعني، بس اكسبها بالطريقه اللي تخلي شكلك يا عم محترم في عيون الناس. ما يخليش بس الناس متضايقه منك، لانه انا برضو لسه ما اعرفش الناس متضايقه قوي ليه. انا كل اللي فاهمه انه هي الشباب الصغير لما بيروح للصفحات الصفحات بتطلب منه فلوس. فدي ما اعرفش هي دي المشكله وهي ده الكور ولا لا. طب اقول لك اللي انا شفته مخلي الناس متضايقه. ماشي يا ريت. انه قدام عيني. ايوه قدام عيني كان في ناس، انا صاحب صفحه ماشي وصفحه تقيله مش صفحه قليله. حلو. وشيكو عامل تراك ماشي تمام. انا مني لنفسي قمت داخل لشيكو قلت له هتديني فلوس وهسبورت لك التراك ده يا اما هوقعه لك. فاهم قصدي؟ فاهم بقى الدنيا فين؟ دي وسخه بالظبط يعني. بالزبط. لا مش ما اكيد انا مصدقك، بس يعني هو ان بني ادم يعمل كده عشان ايه؟ عشان وسخ يعني، كلب فلوس. هو دي بقى النقطه اللي بتكلم فيها. كلب فلوس ما عنديش مشاكل يا عم، دي طبيعتك وده انت مش هتعرف تكسب فلوس غير بالطريقه دي. طب ما تعمل ده مع مين ستريم على الاقل هيخاف عليه. ما هو بيعملها مع مين ستريم يعني. بصراحه انا مش شفتها حصلت مع مين ستريم، مش مع شاب لسه بيبدا. حلو عملها مع مين ستريم عمل معاه ايه؟ دفع حمار. ماشي بس انا اسف ايا كان إيه؟ هو مين يعني مش هنقول اسمه بس يعمل ايه ليه؟ هل البني ادم ده اللي قرر انه يعمل ده هل هو ايلون ماسك؟ هو مش ايلون ماسك عشان يبقى متحكم في كل السوشيال ميديا وكل البلاتفورمز اللي في العالم وقع لي التراك ده. انا مش عارف اقفل لك الصفحه. انا كمين ستريم وصلت المين ستريم ما عنديش العلاقات اللي تخليني اعرف اهدده ان انا اقفل الصفحه. ما كده انا عندي. ففكره ان انت بتستسلم اصلا انت بتساعده. تمام. لو المين ستريم عمل كده اذا طب ما دوس على العيال الصغير. فين بقى رد الفعل؟ مفيش رد فعل. ودي الازمه اللي انا اكتشفت انه شيكو ابتدى يعملها وانا ما اقصدش ان الراجل ده بيعمل ريفيوهات ببلاش فمبقاش في حد بيجي لنا كتير وبيعملها ببلاش ومش طالع يا حابي. انا مش طالع حابي وما بحبش حد وما بكرهش حد. التراك اللي بيجي على مزاجي بطلع ريفيو. بيجي لي تراكات كتير برفضها بقول لا وحشه وبفلوس. يعني جالي تراكات بفلوس ويشهد عليا الناس. لا يا جماعه انا مش هاخد الفلوس دي
علشان اولا التراك مش عجبني، ثانيا بالنسبه لي لا، انا شايف ان الفلوس دي مش الايمج بتاعتي بس. اوكي. طب انت ايه معاييرك بقى في البيو تراك اساسا؟ انا زي ما بقول لك ان انا التراك اتبسط بيه. مم. انا تراك يلمسني، احس ان انا عملت له فيفر. وفي حاجات انا بطلع اقول انه ده تراك حلو بس انا مش هعمل له فيفر، مم. ده تراك لذيذ، فبطلع ريفيو علشان بس عايز اكلم الارتست اقول له خد بالك من اللي جاي. مم. بس وانس ان انا حسيت ان التراك حركني، ان الليركس بتاعته بالنسبه لي فيها مجهود، مش مجرد بس انت طالع عايز تفليكس وتقول كلمتين وخلاص وان البيت حلو. واكتر حاجه ان انا اسمع مزيكا جديده، عشان احنا بقالنا كتير ما سمعناش مزيكا جديده. مم. ف فلا دي اكتر حاجات انا بحبها في التراك. طيب شيكو لو جاله حد مين ستريم اكس من الناس، دخل شيكو قال له انا عايزك تسبورت التراك ده وهتاخد رقم اللي انت تطلبه، هقول له بنفس اللي انا قلته لكل الناس. انا هقول في اول الفيديو ان الفيديو ده بايد، وانه هقول في حاجه وحشه اكيد انت عملتها في التراك. لو ان التراك انت بقى مش عاجبه، يعني التراك انت سمعته لا مش، هقول له التراك مش عاجبني، هطلع اقول 1 2 3، اقول بس هي محاوله جيده، انت تمام ولا لا. بس هتعمل ده يعني هتعمل قول. الفيديو. هعمل الفيديو بطريقتي اوكي. مش باللي هو عايزه. مهم. يعني بين قوسين مش هطلع بين قوسين ليه لما انا هقولها حلوه مش هطبل عشان انا خدت فلوس. اوكي. يعني انا مش هعمل ده. مهم. بس في الاخر يوم من يعني الايام بس هاخد الفلوس. انت لسه قايل ان انا بعمل الفيديو للتراك اللي بيعجبني. علشان ايه برضو؟ عشان انا عملت في الاول التراكات اللي ما عجبتنيش، اوكي، الناس خدتها بشكل شخصي. مهم. انه وتحديدا يعني ويجز، مهم. انت مشخصنها مع ويجز. انا ما مش مشخصنها مع ويجز، هو نزل تراك النادي الاهلي ما عجبنيش، مهم. فطلعت قلت يا جماعه لا، لما ويجز بحجم ويجز والنادي الاهلي يجتمعوا لازم كنت اسمع تراك مهم جدا انا ما مهم. سمعتوش. مهم. الناس كلها اتكلمت في ده اصلا. فقال لك انت مشخصنها مع ويجز. مهم. فلقيت ان ده خلاص انا ما اتكلمش في الحاجات الوحشه، مهم. وفي نفس الوقت ما صدرش. هو واحد عمل تراك وحش خلاص براحته، بس حد عمل تراك حلو اقول له برافو. حسيت ان دي منتاليتي ممكن اشتغل بيها تبقى مريحاني. مهم. بس لو في واحد زي ما بقول لك هو جاي هيدفع فلوس وبيبعت لي التراك، فانا بيني وبينه قلت له هو التراك وحش هطلع اقول كده، فقال لي تمام اطلع اقول كده، اقول له تمام. فانت هتعمل ده بس بطريقتك. هعمل ده بس بطريقتي اوكي. الحقيقيه يعني عمري ما اقول على تراك وحش حلو، مش تحصل. مهم. او تراك ما عجبنيش، مهم. عشان بيبقى في تراكات عاجبه الناس بس مش عاجباني. اوكي فهمت. فاهمني؟ ايوه فاهمك. بس خليني طب اسالكوا سؤال عشان ما نبقاش رمينا فرضيه للناس، ان انا عايزين نبقى طلعنا بس حل للموضوع ده. مهم. لو انتوا الاثنين ماسكين صفحات راب، صفحه اوكي. الراب المهمه جدا اللي عامله قلق، ممكن تدوروها ازاي؟ ماشي، ده سؤال حلو فشخ. اه انا بالنسبه لي عشان انا شويه عندي تفكير يعني مختلف في الحته دي، انه انا بحب قوي شغل البيزنس صرف. حلو. تمام قوي. ف هتيجي كاكس من الناس انت منزل تراك، ماشي، انت شاب لسه بتبدا، اوت اوف نوير هتلاقيني انا منزل لك اوتوماتيك من غير ما اخش اقول لك ان انا هعمل لك ده اصلا. ماشي، فاهم قصدي ايه؟ حلو. وانت وراحتك، عايز تخش تقول لي ده كوبي رايت انا هعمل مش همسحه وانت حر. عايز تسيبه هسيبه لك. ماشي. ليه؟ عشان انا بحب الراب فهعمل لك ده. حلو. مني لنفسي. ماشي. اكس من الناس منزل مزيكا حلوه وده مين ستريم، هخش اقول انا هعمل لك ده. عايز ولا لا؟ قال لي عايز، هعمله له. حلو. فاهم قصدي؟ او هكون اوريدي صورت او كتبت وهبعت له اقول له بص انا عايز اعمل ده على تراكك، اوكي موافق ولا؟ وهعمل ده بكذا، مش هقول ان انا هعمل لك بالحب، انا هعمل لك ده بالرقم ده. اوكي موافق ولا لا؟ فاهم قصدي؟ غير لو اكس من الناس هو اللي جه بيقول لي انا عملت تراك وعايزك تعمل. حلو. على حسب بزنس وايز هيبقى في سيكا هعديها له، مش هكدب عليك. بس مش هطلع اقول ان التراك ده هو الاحلى حاجه، مفيش منه. هقول ان التراك ده تمام. ماشي. فاهم قصدي؟ مش هطلع اقول انه وحش، بس هقول انه لا انت عملت اقوى. فاهم قصدي ايه؟ اوكي. بس مش هطلع اقول عليه وحش، همشيها بزنس فشخ. حلو. هيبقى عندي السايد بتاع ان انا بسبورتك كده كده، اي حد جامد، اي حد وممكن يبقى حد مين ستريم عمل حاجه جامده فشخ خبطتني انا هعملها له وهعملها له ببلاش عادي، لان انا احب ده. حلو فشخ. بس هي نفس برضو اللي عمر كان بيتكلم فيه، بس في حاجات بقى ايه مش هحب اعملها. يعني مثلا في بيج من البيجز المشهوره بتاعت الراب شفتها كام يوم كده، كانت نزلت اغنيه لمطرب شعبي. طب انت ايه اللي دخل ده؟ عشان هو دفع. اوكي. دي بتعصبني جدا. وحاجه تانية بيبقى في ناس اصلا ملهاش علاقه بالراب. طب مطرب شعبي مين؟ كانت حوضه بن. اوكي. ممكن اقول اسم البيج كمان. لا مش مهم اسم البيج. انا بسأل علشان يعني في ناس في الشعبي انا بحبهم علشان بس ادوا سبورت للراب، وانا قلت ده قبل كده السادات و50 تحديدا، دول لما بينزلوا حاجه انا بحب اتكلم عنهم علشان تمام هم ادوا زقه للراب في فتره كان محتاج انعاش.
فالناس دي انا بقدرها، فحتى هم دول الوحيدين اللي انا دخلتهم من المهرجانات، كنت بحسب هم دول، كنت اقول لك جايز يكون مبرر، بس حوده بندق ده طب هل عشان ده صرف قوي؟ هل انت بتقول كده عشان هم كاريته في المهرجانات كمان؟ يعني سادات مثلا ده، انا واحد ما بطيقش اسمع مهرجانات. دول اتنين يا جدعان، اتنين يتعمل لهم فعلا افلام ومسلسلات. اتنين من تحت بالظبط. الناس كانت بتشتمهم، الناس كانت بتهزقهم، الناس كانت بتتريق عليهم. عرف يخلق مزيكا مش موجوده، يعني الراب موجود، انت جايبه من بره. المهرجان ده جاي منين؟ مخلوق مصري اصيل، طلعوا بيه كسروا بيه الدنيا، بقوا اهم ناس. كمان ما سكتوش على كده، هم بيمدوا ايديهم لاي حد في الدنيا. لا، اتنين يتعمل عليهم افلام ومسلسلات كتير قوي قوي. زي قبلهم كان اوكا اورتيجا برضه. اوكا بتيجي، بس لا، هم اللي بدأوا. سادات و50 هم اللي بدأوا، وعمرو حاح. طيب في الحته دي، هل انت مثلا مع او انا مثلا هاخد الرأي التاني انه الناس دي بوظت الذوق وعملت مش عارف خدت يعني المزيكا لحته تانية، مش دي اللي شبهنا ومش دي المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها والكلام ده؟ مش لو هي مش شبهنا انتشرت ليه؟ بس ف فكره بقى انه افلام محمد رمضان اللي مبوظه السوق، وانه اوكي ما انت اللي دخلتها ده اللي تحيلها من اللي مش عارف يعمل كده. بشوفها دايما كده، انه من فنان ارتست جدا، ولكن هو بيعمل فن تجريبي. هو بيكسه ونازل يبيع في العتبه، محدش هيشتري منك. فانت شايف انت بتقدم فن فعلا اهم من الفن ده، لانك في عناصر الفن المهمه. ولكن مع تطور الزمن الناس بقت بتكسر ده، الناس عماله بتكسر كل القيود اللي حواليها، فبتهرب على السوشيال ميديا. فالبوست اللي كان طويل بقى كابشن، فالصوره، فالفيديو بقى ريل، كل ده عمال بيتكسر، وانت مصمم ترسم زي بيكاسو براحتك. خلي ده بقى ياخدنا بقى يعني خليني اسالك سؤال، انت ايه رايك بقى في راب الكوميرشال عموما؟ يعني زي ايه؟ ماشي، زي ما كنا. زي ايه يعني؟ مثلا هقول لك حاجه، ايه رايك في ويجز زمان لما كان بيغني مثلا في زي اوسكار والتركات القديمه قبل ما يطلع؟ طب ولما بقى كوميرشال دلوقتي ايه رايك فيه؟ او زي شاهين زمان، زي ما احنا كنا لسه بنحكي في واي كرو بتاع، كنت بحس ان هو بيكتب حاجه من قلبه قوي. صحيح. دلوقتي بقى كل التركات شبه بعضها، بقى بيتوجه نفس توجه عمرو دياب او تامر حسني، مش شرط عشان برضه يعني اوكي بتحس ان هو ماشي بنفس التايب بتاعه. بص، انا شاهين يمكن بعد رجعته ما جاش معايا سكه تراكين غير ما علينا وسيري. حلو. سيري جه معايا سكه ليه؟ لان حسيت بيه بذكاء شاهين، وفكره انه هو الوحيد من الجيل القديم اللي قدر يكمل وعرف يخش جوه الموجه الجديده. ما علينا هو تراك شبه القديم قوي، بس بتايب بيت مختلف. فراندا ما جاش معاك؟ لا، فراندا كوميرشالية قوي. ما جاش معايا. لزاز ما بديش منهم، وبستك نو ماشي، ما هو كوميرشال مش مزيكا بتضايق منها، يعني في الاخر بتسمع التراك مش بتضايق منه. صحيح، بس مش ده. بس ما بقتش قادر تصدق الفنان اللي بيغني ايا كان مين. موضوع تصدقوا او لا دي، فاهم؟ ما حسيتهاش معاهم خالص. بس مثلا البخت انا صدقتها من وجز جدا. اميره صدقتها من وجز، بحبها يعني. الوعد عامل لهم فيفورت تراك حلو، بس انا مش هسمعه. مش هسمعه كتير. ليه؟ انا بالنسبه لي حاسه هو مليان ليركس قويه ومليان برات حلوه، بس انا مش ده. مش ده نوع يعني انا ما بسمعش الدوره الجايه. اوكي، الدوره الجايه لما نزلت حلوه جميله، بس مش هسمعها كتير. يعني حبيت بتاعت خالد مختار اكتر منه، ما اعرفش فاكرينها ولا لا. لما خالد مختار عمل دورة الجاي، بس عملها هو بتوزيع جديد. ما سمعتهاش، عايز وقت ما نزل فبحب يعني، انا عامل الفيفورت اللي بتاعت خالد مختار. اوكي، عجباني الطريقه دي اكتر، انا لازم اسمعها. فوجز عجباني كيفي كده، ممكن اسمعها. بس برضه هي بتلنجر سنه مننا قوي. بحب وجز في الحاجات دي، وصدقته في الحاجات دي. حبيت الجديد بتاع بابلو، رغم انه معظمه يعني يكاد يكون كوميرشال. انا مع الكوميرشال جدا. انا ضد اي حد بيعمل حاجه، انا اسف لا ضد اي حد بيعمل حاجه علشان يعمل فن. بس هتشيل الجمهور من المعادله اذا انت الخسران. انت نازل تاني، انت نازل تبيع ايه؟ انا هنزل ابيع تيشيرتات، الخامه بتاعتها ايه؟ الخامه بتاعتها كذا. حلو كده، تجمع ولا عتبه؟ كده عتبه. بس انا اليجنت اروح اقف في التجمع، محدش هيشتري منك. اقف في المكان الصح، بيع الحاجه الصح. حلوه فشخ دي، فاهمني؟ حلوه فشخ دي. الناس اللي بتخرج او اي حد شغال في الميديا
بيخرج الجمهور من المعادله وبيعمل اللي في دماغه، بس انت براحتك يا باشا، بيقع. اعمل اللي انت عايزه، ما ترجعش تقول الناس مش فاهمه، انت اللي مش فاهم. هي الناس فاهمه خلاص، هي الناس فاهمه وعايشه حياتها وبتروح اشغالها وبتربي عيالها، انت بقى قدم لهم اللي هم عايزينه، ماشي، بس مش اللي انت عايز تقدمه، لحد ما انا اسف لحد ما تبقى الكبير جدا فتقول لنا اللي انت عايزه فنصدقك. زي اليوسف. الله ينور عليك. فاهم. قدم في الاول اللي الناس عايزينه، قال لك بكره تراك عزرائيل اكتر من سمير قميص عشان خلى فانز ناب يعوزوا منه كتير، فهو عمل لهم عزرائيل، فالناس قعدت تقول له عزرائيل عزرائيل، فابتدى في الالبومز يعمل حاجات شبه عزرائيل، بس خلاص زهق، لا انا عايز اغني يا جدعان، فبقى بيغني، فالناس حبت الغنى من ابي يوسف، بس عشان بقى ابي يوسف. حلوه دي، وهو الوحيد اللي عرف يلعب اللعبه دي عشان جاي من خلفيه ماركتنج. بالظبط، كنت لسه اقول لك كده. بس ماشي. ايه التراك او الجنرا اللي بتسمعها ومخبوط بيها بس تتكسف تقول؟ الاغاني الحزينه يا لا. انا تامر عاشور ده عندي في حته تاني. تامر عاشور وقلبه احمد سعد بتاع انانيه والحاجات دي. القديم. وبحب وعندي اغاني كرنج كده بحبها قوي، بتاعت أيوة. إلين خلف مني ليك نظرة عينيك. يا لهوي الاغنيه دي بالنسبه لي تفرفشني. شاندو عبد الهادي يا مزاجه. شاندو ده كان والله العظيم مشروع رابر. ايوه. مين تاني بحبه يعني؟ السكك اللي شبه كده بحب دارين. ايوه غنوا معايا هلا واحد اتنين هزوا، مفيش كلام. ايوه بس هي مهرجان حلوه. الدنيا في اللذيذ جدا. فدي دي ما اقدرش اشغلها مع حد في عربيه يعني. ايوه خايف يقول عليا. هو ده السؤال. اكتر تراكايه حاسس ان انت ما ينفعش خالص ولا حد يعني، وهنقولها للناس كلها. ما ينفعش اقولها لحد. يعني مثلا هتتكسف تقولها او يعني مش عارف. هفكر لك. استنى. يعني هقول لك انا بالنسبه لي مثلا تراك الهلاك. مثلا احنا بنتكلم في كده مش عشان بلس 18. عشان كان كرنج فشخ. ما في دلوقتي بقول عليه كده، بس هو وقتها كان بوم. في واحد تاني اللي اسماعيليه سولجرز خاينه انيل منه. هو كان احد الاعضاء. عرفت بس بتبق معايا ايه عامل لي حكايه ايوه قلت لك مفيش حاجه غير انه واحد قاعد على القهوه اصطبح وقعد يشتم. وانا كنت بحبه جدا، ما اعرفش بحبه ليه. فاهمك فشخ. فلا ما يعني ده عمري ما اقدر اسمعه لحد واقول له ان ده الراب، يعني مش هعرف اعمل كده. ماشي، انا برضو من التراكات اللي اتكسف فشخ اسمعها قدام اي حد. كل الليله بسهر بتاع مين؟ ساندي ساندي طبعا. مش كلمه ساندي كانت بالنسبه لي يعني لا بعيدا عن كراش، كانت من عناصر المعاصره معايا تطور الراب طبعا، بسبب كانت دايما موجوده في كل الكالر فيستيفالز. وقت الكالر فيستيفال وحديقه العروبه والحاجات دي اكيد مش فاكر الوقت ده. ساندي بحبها جدا جدا، وما صدقتش يوم لما عملت لي فولو. يعني بص، في ناس كتير عملت لي فولو، انا ساندي بالنسبه لي يا لهوي، ساندي عملت لي فولو. انا بالنسبه لي ايه ده، حته بسكوتيه بتغني. انا بحبها فشخ بصراحه. بالظبط جدا. طب انت ايه اكتر تراك محبوب دلوقتي؟ يعني مش شرط راب بس. اسمه روت وايلر. ايه ده بتاع مين ده؟ ابي يوسف. ايه ده؟ لا مش عارف. لا انا عارف. ممكن عارف برات لان انا في الاسامي واقع. اللي هو ايه، عملت فرح جبت الحلو غنى حلو. اوكي ماشي. كده مليان حاجات اللي هو في الترنال رايمز برضه. ابي يوسف عزرائيل بس فاهم السيكولز. ايوه روت وايلر ده انا يعني تقريبا في اليوم مثلا بسمعه 3-4 مرات الايام دي. اوكي مجنن. انت ايه مخبوط بايه دلوقتي؟ هو يعني قول برضه. ماشي. لا بصراحه مخبوط هو بتاع يومين وليله. اوكي. بعدي كان كده اسمه. انا ما جت فتره كده برضو البندات اللي طلعت دي اي كلام. ماشي. في كتير منهم اي كلام قوي، كتير قوي، واسمائهم كانت مريبه بالنسبه لي. يا جدل ايه؟ لا جدل معلش اخر خديجه اخر زفير يوم كاميرا. فاهم؟ هو بيبقى في حاجات كتير على الترابيزه، كل واحد بيختار حاجه. بالظبط. انا اختار الكاميرا. انا ليه كده؟ عشان هي بتبقى قاعده كده عامه. يعني هي بتبقى قاعده كمل سلالم. ما حدش كمل الا كم حد. يعني كنت بحب مزيكه مشروع ليلى جدا جدا. انا كنت بكسف جدا اقول لحد ان انا اسمع. لا بحب مشروع ليلى جدا، بحب مزيكته جدا. وحامد اسمه حامد سن ولا حامد سنو؟ يعني حامد ايا كان.
يا جدعان مرعب، فوكال مرعب، بيوصل بطبقات يا لهوي يا جدع. ماشي بس انا اشكرك ان انت وصلت معايا للحته دي. بس انا هو دايما بتخانقني في الحته دي، ما بحبهمش خالص. بغض النظر عن اللي حاجه بتخليك بس زي ما اقول لك انا دايما بكلم مزيكا، اوكي ما بيفرقش معايا ده جاي منين. فاهم. ف سنه جدل مرعب. عايزك تسمع يومين وليله ده السولو اللي في الاخر. انا مضروب بيه، انا اصلا بحب اسمع ميتال اوكي قوي، ده الحاجه اللي انا ابتديت بيها مع المزيكا اساسا. حلو. فيومين وليله بقى اليومين دول ايه جايه معايا ان انا عايز اسمع حاجه عربي فيها سولو محترم بجد. السولو انا عمري ما سمعته من حد يعني عربي عموما، مش ميتال عشان انت قلت مش حابب منطقه الارض. بيقول لك في الهيد بجد ده بالنسبه لنا افجر سولو جيتار اتلعب في التاريخ العربي. اوكي. وان لم يكن بره كمان بالنسبه لي. كنت بحب اوتوستراد، كنت بحب لهم حاجه يعني عندهم تراك اسمه، يعني انا في الباندات كنت بسمع الحاجات اللي بتنتشر. كايروكي اللي هو مش الا بحب كايروكي، يا كايروكي شارموفرز دول بالنسبه لي حفلات لوحدها كده حاجات لوحدها. ممكن عايز اقول حاجه بس، ان صقر بيسمع زي توج، انزلوا اشتموا في الكومنتات عادي برضه. انا قلت اقول يعني اسمعوا ايه ده حد ماشي. انت بتسمعوا من باب يعني الكوميديا. ايوه يا زي ياسمين صبري وابو هشيمه كده بالظبط كده. حلو فشخ. اوكي طيب اللي تشوفه اصلا. في سؤال تاني بقى، في رابر او مش عايز اسم، بس في رابرز او ناس عمرك ما هتعمل لهم شغل، عمرك ما هتعمل لهم فيديوز مهما كان؟ لو زيتوش فضل كده عمري ما عملت شغل مثلا. ماشي. ولا من غير اسم اداني اسم طرش جامد فشخ. لا يعني لو احنا بس انا بتكلم في رابرز يعني، سيبك من زيتوش عشان ده مش حاجه يعني. لا هو حاجه، استنى يعني خلينا ما نغلطش في الراجل، هو اللي بيعمله ده هو نوع من انواع الفن، ولكن يعني ملوش لازمه. يعني اعمله لما انت تبقى جامد فتمام، اطلع اتخانق مع الراجل اللي فوق ده. بس احنا لسه يا صاحبي بنبدا، فما تيجي نبدا نقول ان احنا جامدين، وبعد كده نعمل فان بيز قويه قوي، بعد كده نخبط فيهم فيبقى بيف، بدل ما هو مش حاجه دلوقتي محدش فاهم ده ايه. ماشي، ما هو هو طلع يا جدعان هو من ولا حاجه، لا اسمه جاي في تراك بيتدس فيه او مش بيتدس بيتنكش فيه يعني رابرز مصر كلهم. حلو. فحس ان ايه ده تمام، فاهم قصدي. ووالد يبقى تالنتد، لانه انا شفت ستوري ليه مع احمد جي. انا بثق في احمد جي جدا، وانا كمان جدا. فكون انه طلع مع احمد جي فواضح انه هو عنده حاجه غير اللي احنا بنشوفها في او اللي هو بينزلها. واضح انه ممكن يبقى رابر كويس جدا، بس محدش عارف ده. مش بس ممكن احمد جي راح لحته كوميرشاليه يعني عادي. هنشوف بقى يعني، مش عارف بس الى حد ما بثق في دماغه شويه. موافقك ان احمد جي ممكن يطلع منه حاجه بعيده. بالظبط، موافق في ده. وممكن يكون كوميرشاليه، لو كوميرشاليه اصله اصحابه يعني، هو اللي بيخبط فيهم اصحاب احمد جي يعني. احمد جي مش مخصم هنا ولا هنا. احمد جي الراجل شغال مع الكل ما شاء الله يعني، ما شاء الله. اتمنى ما تبقاش كوميرشاليه ويخيب ظننا. اوكي. طب يا جدعان، هي البنات مكانها موظفه الاستوديو ولا اسمها بقول كده؟ البنات مكانها وقت ما هي تبقى لا في بنات عندنا بقت جامده. زمان ما كانش في بنات جامده قوي. اوكي. سكه يعني في الجيل القديم البنات كانت بتراب وحشه قوي، ما كانتش في بنات قويه. بس حاليا مع كمان بقى دخول الغنى فاصبح للبنات وجود، فبقت نبراتهم تنفع تبقى موجوده في الاوتو تيون. ماشي. ينفع تلاقي بري، ينفع تلاقي ليلى فضل، ينفع تلاقي هاله، ينفع تلاقي اسمها ايه دي دارين والماس، ينفع تلاقي الناس دي، لانه خلاص بقى عندك الحته اللي ينفع تغني منها. رايق ده. مش مجرد بتراب بس، لكن زمان كان رص، والرص كان صعب عليهم قوي فكنت بتحسه لا انا مش قادر اسمع بنت تعمل كده. ماشي، خلصنا الاسئله. نبدا نلعب شويه، بس الاول مبسوط جدا بالله عليك والله العظيم، اهم حاجه والله العظيم قوي. انتوا مبسوطين فشخ كده يا رب ما نزعلش. انا قاعد معاك حبيبي والله بجد والله العظيم وانا كمان. ربنا يخليك. ماشي يلا بينا على اللعب. يلا خش يا سقور. دريم درام ده سانتا؟ لا ده اوديز الاوزي، دي بروين. لا جوارديولا مش دي بروين. جامد. علينا ماشي. طب ثانيه بس، احنا هنقول اسم التراك ولا اسم المغني؟ الاثنين. لا بس جامد حبيبي. ما هو حلو. يلا مروان موسى ده تسلا. مروان موسى تسلا. لا مش تسلا، شيراتون. هما نفس الفلو اصلا هو نفس البيت اصلا. بالظبط. مروان موسى بحس ان هو نفس البروجكت. لا انا بحبه فشخ. ماشي بحبه فشخ. هو بيكرر كتير قوي يعني. برازا سامبا برازيل. ايوه
برازيل عفروتو. عفروتو مروان موسى. ايوه صح. تراكات سهله فشخ. ما انا قلت جامد جامد جامد، ده حلو. شاير بيرسون صح. مش عايزين نطلع فلاحين بالله عليك. مروان بابلو. غابة صح. على الشباب. جامد كده خلصت. اي ماشي. السؤال 2 كمان. يلا. لا حلوه فشخ اهو بخليهم 20 بعدين. دوت انا احسها هتشافي ومش عارف ليه. يلا. رفلكس. زياد زازا. بس مش عارف اسم التراك. زازا. هو لا زياد بس زازا. سامح. زازا وترك زياد زازا وترك. باريس. جدع انا مش عارف اسم التراك. لا زياد زازا وترك بتاع اصحى يا برنس. لا زياد زازا وترك وارسنك. انا مش عارف اسم التراك. استنى هقول لك. طب اقول لك التراك. قول انا هقول لك الفلو يعني بتاع سينك. مع عدم احترام. اوه ولد جامد فشخ. طب احنا طالعين بس بلعب البخت ويجز. انا فشت حلو تحفه جامد فشخ. حلو فشخ. شيكو فشخنا. والله يعني كده على الضيق. انت بتسمع بسمع صح. جامد فشخ. فشر بالصيني. ماشي. نلعب تاني لعبه. يلا. تاني لعبه هي توب 10. ماشي. انت معاك مراكز من 1 ل10 وهنقول لك اسامي رابرز وانت حط الرابر ده فين. ومع العلم الرابرز دول من وجهة نظرنا هم اندر ريتد، ان الناس دي موجودة بس مش حلو. يعني مفيش مين ستريم صح؟ في دول لا. حلو قوي الحمد لله. بس هنروح للمين ستريم في لعبة تانية يعني. انا قلت اقول لك حاجة بس مش ترتيب. لا مش في ترتيب المين ستريم ده بيبقى صعب عليا. لا هي الاسامي دي عشوائية مش بترتيب. ماشي. سويسي. بص انا سويسي بيتهموني ان انا بطبل له دايما، بس هو الولد شاطر يعني. بس ممكن اخليه، وانا بحب اسمعه ممكن اخليه 3. حلو ده. طب وايفل؟ الدنيا بتصعب. ايفل 2. اوف. ايفل 2 عشان حقيقي. انا بحب اي انسان حقيقي. كنت عايز اقول لك ايفل انا اعرفه شخصيا من زمان، لان ايفل اللي ما يعرفش ايفل قديم فشخ يا جماعه. ده حقيقي. وايفل شخص بجد طول عمره حقيقي وهو بيعملها لانبساطه. ده حقيقي. فشاوت اوت ايفل، بحبك فشخ. طب وديزل اوزي. المشكله ان انا مش عارف اللي جاي فاهم. ما هي دي هي دي اللعبه فاهم. بس لو احنا في الاندر ريتد فديزل اوزي يبقى رقم 1 في الاندر ريتد، لانه هو الوحيد اللي يقدر يوصل يبقى مين ستريم وعنده من المينتاليتي وعنده من الكاريزما وبيعرف يلعب اللعبتين صح. بيعرف يعمل ده وبيعرف يعمل ده. فانا ممكن احطه هو رقم 1. حلو فشخ. جاب عمر وام. ما سمعتلوش كتير وام، بس يعني 7. ماشي. الماس بحبها، بحب القديم بتاعها. بس 8. لورد. يا ده هيكون علقة. انا ما اعرفش انك موجود والله. احنا 6 احنا ولا 5 موجود؟ لا 5 موجود معاك. سنة انا اتعودت اقول الحقيقة. لورد انا هحطه 10. اوف. ايه ده؟ اديني ليه؟ قول لي ليه بسرعة. عشان لورد مقصر في حق نفسه جدا جدا كرابر، يعني لو اهتم بنفسه كرابر واهتم زي ما كان بيهتم براب اور داي كان زمان لورد في حتة تاني. فانا هحطه 10 بس عقابا ليه. طيب ارسنك يا اختي. انا قلت لك اتسرعت قوي في رقم 1. يا لهوي. لا ده انا بحبه قوي. ده بحب ارسنك قوي قوي. ده ملك الرص. ده انا قلت عليه بيرص البارات ولا احلى حاجه المعس. بالظبط. يعني ارسنك بالنسبه لي في الطبيعي لو مش بلعب اللعبه دي هيبقى 1 أو 2. بس حاليا عندنا ارقام ايه؟ معانا 4 و5 بقى. 4 طبعا. ماشي. هلا شريف. هو خلاص 5 لسه في بعد هلا شريف 2. اوكي. وايه الارقام؟ 5 و10. 5 و6 5 و9. 5 و6 و9. 5 و6 9. هلا شريف 9. تمام.
ديزي توسكاني. ده كان ممكن يبقى من التوب 3 برضو بالمناسبة، بس يعني هو بيكسل ف5. ماشي ماشي. متأكد؟ الأخير مفاجأة هاخد على وشي. تومي جون ما سمعتوش كتير فتمام، فسهلة يعني تمام. ده اسهل رقم. ما سمعتوش كتير ولسه ما ارتبطتش بيه قوي. اوكي فتمام. انا ارسنال اللي متضايق عليه، يعني ارسنال كنت احط في توب 3، بس يعني سويسي ابننا برضه يستاهل. بس والله ما حد يعرف الترتيب ولا اي حاجه فعلا. انا حتى قاعد مداري على الورقه عشان ما انا اللي كاتب الاسامي دي بالترتيب ده عشان خاطر العب معاك اللعبه دي. حلو فشخ يعني فاهم، عشان احط حته المفاجاه بتاعت ارسنال دي انا حطيتها تحت عشان ده. طبعا تسرع انا برضه. عشان كده كنت مخضوض فشخ. واحد استنى بس اقول لك صح، حسيت ان ارسنال لا ممكن يبقى فوق، فاهم؟ اوكي يعني مع المين ستريم خلاص، بس انا كنت متوقع انك هتحط سنك واحد ونلعب. طبعا فاهم. بس جامد ماشي دي ترتيبه التوب 10 اللي شيكو قالها وملناش دعوه اي حاجه. لا ترتيب التوب 10 منطقيه فشخ بصراحه بالنسبه لي، سبيشالي ان هو ما يعرفش مين جاي. فحلو فشخ. اللعبه الثالثه والاخيره بقى، دور ال16. اي حد بيتفرج على محمود مهدي هيبقى عارفها، ان احنا هنحط 16 رابر هيلعبوا بعض من وجهه نظر شيكو، وهو هيقول لنا انا هختار كذا عشان كذا، ويعني عندك حريه الكلام انك تقول اللي انت عايزه مع اي حد هيتقال يعني. فيلا بينا يلا بينا اديني القلم. ايوه اشكرك. بص عندنا ماتشات حلوه فشخ بصراحه، وفيها ماتشات شبه بعض وماتشات ايه ده ايه علاقه ده بده. حلو. انا اسف هقول حاجه، الماتشات دي يا جماعه كلها قرعه والله العظيم، يعني مش حاطين اي اسامي مع بعض بمزاجنا عشان نطلع ده جامد. هو احنا حطينا ال 16 اسم وقعدنا نطلع منهم، وشيكو ما كانش حاضر في القرعه دي برضه عشان نخلي ذمه الراجل من الموضوع ده. تعالى نتفق اتفاق. ايه رايك نحط شويه معايير الاول قبل ما نقول الاسامي ونمشي وراهم؟ ماشي عشان تبقى المعايير دي بالنسبه لنا. حلو. اديني بقى معاييرك في ده. ما انا بقول لك معايير انا اللي هنمشي هنا. ده اللي اقصده. لو انا هفتح شركه وهقرر ان انا هستثمر مع حد للاخر، هيكون مين؟ حلو قوي. ماشي تحفه. ده معيار حلو فشخ. حلو. يلا بينا. فزي ما قلت ابيو بالنسبه لي بالراجل ساعد راب، وهو اهم واحد في الليله دي، بس لو هستثمر في ارتست هختار ويجز جدا. حلو. فيكسب الماتش ده ويجز مش كراب، كارتست. تمام. كراب ابو يوسف يكسب اي رابر موجود في العالم. مش في مصر بس. يكسب اي رابر بجد موجود في العالم. موافق. حلو قوي. ماشي. الماتش التاني مروان موسى وزياد زازا. 2 ارتستس اصلا تعيش بيهم على طول عمرك عادي. فاهم. عشان كده لما خدت المعيار ده قلت اوف. بس اقسم بالله دي قرعه، الاسامي دي طالعه قرعه. احنا ما كناش نعرف المعيار. والله. لو انا هميل لمروان موسى، بس مروان موسى شخصيه قياديه جدا. اعتقد مش هيحب حد يوجهه ويتكلم معاه، وخلاص بقى عارف هو بيعمل ايه. ماشي. فاعتقد ممكن اخد زياد، علشان انا بميل لفكره التطوير وانه تمام هو لسه قادر يسمع ولسه قادر يجرب ولسه قادر يشوف حاجات كتير. مروان خلاص نضج جدا جدا جدا، ما بقاش محتاج حد يقول له تعالى اعمل لك ايه. فاخد زياد زازا. جميل. مش متوقع خالص. جامد. ماشي. بس عجبني يعني اختياراتك رايقه قوي. ما بفكر دلوقتي لو انا فعلا فاتح شركه هبقى عايز مين. بس انت قصدك ان مروان موسى فنيا مش بيتطور؟ لا بالعكس. هو مروان موسى بيتطور جدا، بس ما بقاش محتاج حد. هو ليدر فشيخ. اوكي. هو قادر يقوم براس مال. هو مش محتاج حد. فهمتك. ماشي. زياد انا من خلال معلوماتي يعني البسيطه، انا عارف انه بيسمع، وعارف ان لو حد قال له هنا ما تيجي نعمل كذا يقول له ما تيجي نجرب، ما تيجي نشوف. هو لسه عنده الحته دي. جامد. بس مروان خلاص طريقه مرسوم وعارف هو رايح فين. جامد فشخ. طيب ابو الانوار ولا مروان بابلو؟ ما هو انت اخترت. بص يا زقر. انت اخترت معيار هيصعب عليك الدنيا فشخ. طبعا. فاهم. ده حلو هنا. ما عشان كده اول ما قال المعيار ده هيسخن اللعبه فشخ. مروان بابلو او ابو الانوار. يس. الاثنين مهمين جدا جدا، بس لو هختار حد، لو احنا بنتكلم في اللحظه اللي احنا موجودين فيها دي، هختار بابلو علشان كسل ابو الانوار. اوكي. بس يعني دي الحاجه الوحيده اللي تخوفني منه، ان انا وهو نبقى شركاء في حاجه او في مشروع،
انه ممكن يكسل كتير، ممكن يبقى بيأثر في حق نفسه كتير. بس انا بابلو بحس لا. ان بابلو بيكسل برضو شويه، بس ما بيأثرش في حق نفسه، يعني بس يكسل بس مؤخراً- بينزل يسوق. حلو بس بقى كتير قوي. مؤخرا ما بقاش كده. فتمام، اقعد كتير بس نزل حاجه حلوه احسن ما تنزل لي كل يوم حاجه وحشه. بس حتى مؤخرا ما بقاش بيعمل ده بقاله كتير ما عملش الحمد ده. لله. يعني مؤخرا بقى مين ستريم اصلا دايما شغال. صحيح. بالذات الحركه بتاعت العيد بصراحه بتاعت البوم انا نسيت اسمه، اللي هو كان عامل 3 تراكات بونو واورا الحركه دي جامده فشخ. بقى العيد كله مروان بابلو، ده حقيقي، صباح الفل يعني. ده حقيقي. ماشي. كردي كردي وشاهين. شاهين طبعا. اوف. شاهين طبعا عشان شاهين. اوكي. يعني ده الوحيد اللي اختاره عشان شخصه. اوكي. عشان شاهين، وعلشان انت من زمان جدا انا بحب كردي. بس انا تراكات شاهين بالنسبه لي لو في يوم من الايام لو اشتغل انا وشاهين احس ذكرياتي كلها بشتغل معاه، فاهمني؟ طب تعالى باخد ماتش الذكريات كلها. ايه؟ MC امين ودراجون هيل. والله ما مش مترتبه والله. يا جدعان الموضوع صعب. خدوا بالكم بنقيم لو هشتغل معاهم شركه مش كراب. او كراب يعني. كارتست اختار MC امين. اوكي. كارتست معايا في الشركه اختار MC امين. اختار MC امين جدا. ماشي. مع كامل حبي واحترامي لدراجون هيل، وكنت بقلد صوته وانا عيل صغير يعني لانه كان مبهر. فكره انه يراب دي كانت صعبه قوي. انا عندي تراكات بصوت دراجون هيل بجد والله العظيم. اوكي. موسى سام وسانتا. سانتا من غير سانتا. اشكرك. سانتا الى الابد. اشكرك. الماتش اللي جاي ده صعب عليك قوي، انا متاكد من ده. صعب بالشيكو شخصيا يعني. كريم أسامة. انا عارف انك بتحب كريم أسامة فشخ. فكريم أسامة ولا شهاب؟ يا لهوي. يا لهوي. كراب انا بالنسبه لي شهاب. بص السين كله هناك كده بيتخانق وشهاب قاعد لوحده. تحفه. شهاب معلم رايق. لو عوزت اشغل لحد تراك احببه في الراب ممكن اشغل له حاجات من شهاب، حد من بره الراب علشان هيعرف يكيفه. بس الراجل ما بينزلش شغل كتير، ما بيشتغلش كتير، قاعد مريح. فلو بيزنس لا اختار كريم أسامة. هرك وبيتحرك وبيروح وبيجي وعنده مشكلة، عنده وعايز يتعاون هنا واروح هنا. شهاب قاعد في البيت فلا هيخسر الشغل، اختار كريم. ماشي. جامد فشخ. رغم ان انا قلت لكم حاجه بره الهوا عكس اللي انا بقوله، بس كشركه شغل صح. جامد فشخ. شغله اختار كريم أسامة. طب خد ماتش الشركه. ماتش حلو فشخ برضه. ايه بقى؟ ليجاسي ومهاب. ليجاسي. ليجاسي جدا جدا جدا. انا بالنسبه لي مهاب ضال الطريق مع الموندي. ليه كده؟ ما جاش معايا. بحب مهاب اروش منه واصيع من كاركتر الموندي بكتير. انا عارف ان الموندي عاجب الشباب الاصغر مني شويه وبيعبر عنهم اكتر، بس هو مش احسن حاجه. مهاب كان روش قوي. ماشي. جامد فشخ. ليجاسي طبعا. حلو. خلصنا دور ال16. خش على دور ال8. اوكي. هو احنا هيفضل واحد؟ يا لهوي. امال انت فاكر ايه؟ طيب اول ماتش في دور ال8 ويجز وزياد زازا. ويجز. انا بحب اللعبه دي قوي. جميل. هتخسر الناس في بعضها كده. ايه ده لو هنشتغل وننجح. بص لو انا مش عايز اعمل مجهود اختار ويجز. بمعنى يعني لو انا عايز اضمن النجاح قوي اختار ويجز، ان هو كده بقى قاعد. بس هختار زياد. هتراهن؟ اختار زياد. اوكي حلو ده. ماشي. الماتش ده انا متوقع نتيجته مروان بابلو. انا اللعبه دي مفيده بالنسبه لي انه في ناس انا اخترتهم الناس شايفه ان في اصلا مشاكل بيني وبينهم، هم اخترعوا المشاكل دي. اوكي. يعني زياد كانوا بيقولوا ان في مشاكل بيني وبينه. اوكي. انت بتتضايق من زياد زازا. ماشي. يعني انتوا شايفين انا بحب زياد زازا قوي بس ماشي. الماتش ده متوقع نتيجته بصراحه. والناس بتبقى شايفه انه انا وابو الانوار اي حاجه ابو الانوار بينزلها بقول عليها تمام، عشان برضو ابو الانوار بيكلمني كتير. في حين ان انا استبعدت ابو الانوار عشان لو شغل لا الراجل بيكسل فلا. فبالنسبه لي اللعبه دي لحد دلوقتي مفيده ان شاء الله، يعني ما تخسرناش حد ان شاء الله. لا يعني مبدئيا شاوت اوت لكل الاسامي اللي في اللعبه. احنا بنلعب بنهزر يعني فشخ، ودليل على كده انكم ما شاء الله، فاحنا بنتبسط مش اكتر يعني. ماشي. مروان بابلو وشاهين. بابلو.
أنا كنت متوقع كده قوي. ماشي، امين وسانتا. سانتا. اوكي. كريم اسامه وليجاسي، مين فيهم يكسب؟ ليجي. ليجاسي. ليجي. اشمعنى؟ ليجي ارتست كامل. كريم عنده حاجه بس بتتكرر. ليجي كل شويه تلاقي في حاجه جديده طلعت، في مزيكا جديده طلعت، في فلوهيه جديده طلعت. كريم اسامه عندنا حته كده احنا لسه مزنوقين فيها. ف فلا ليجي يفيد اكتر. جامد فشخ. يعني اول حاجه بصراحه بالنسبه لي ليجاسي اكتر حد شامل موجود دلوقتي، اكتر ارتست يقدر يعمل اي حاجه، يقدر يعمل كوميرشال، يقدر يديك راب موجود دلوقتي فوق شهاب كمان، عشان شغال اكتر من شهاب يعني. ماشي، نروح على نص النهائي. اوكي. سانتا. ايوه. وليجاسي. خلي بالك كل ما هتطلع كل ما هتبقى اصعب، فاهم؟ سانتا وليجي. يس. مين فيهم يكسب، سانتا وليجاسي؟ عايز اختار ليجي جدا، دماغي عايزه دماغي بتقول لي ليجي وقلبي بيقول لي سانتا. انا سانتا بالنسبه لي لو هرتب يعني كناس كتبت ابي يوسف سانتا. اوكي. فبالنسبه لي سانتا ده مرعب. اوكي. ليجاسي. ليجاسي عشان الشغل، عشان الدماغ. جامد. للاسف يعني عشان بيزنس لو راب هختار سانتا. بس كشغل اختار ليجي. حلو فشخ. راجل بروديوسر وبيعمل كل حاجه في الدنيا. حلو فشخ. ماشي، بس ده هيكلفك كتير كلفني كتير قوي. هيكلفني كتير قوي، بس في الاول في الاخر راجل بيفهم. ماشي، ماتش النص النهائي التاني صعب فشخ. انا نسيتهم اصلا. هيبقى مين ومين؟ زياد زازا ومروان بابلو. اوف. انت حطيت معيار زنقك فشخ طبعا. فزياد زازا ومروان بابلو مين فيهم يكسب؟ زياد زازا ومروان بابلو. يعني هنا هنضطر نعتذر لزياد. اوكي. انا بحبك جدا وانت وصلت معايا لحته بعيده قوي. بس بابلو. اوكي. اشمعنى؟ هنا بقى الكاريزما. بابلو لو بيقول سلام عليكم على البيت هيقولها صح. هيقولها حلوه وهتعلق في ودانك. هيقولها تبيع. اوكي. طب ما تخليني اسالك سؤال بره اللعبه سيكا ونرجع تاني. عشان كان حد قال لي جمله قبل كده، هل مروان بابلو عمرو دياب بتاع الراب؟ تصدق يعني ممكن. لان انا حد قالها لي في مره، كان عمرو دياب في 2010 منزل البوم اغنيه. اغنيه والهاوس بتاعتها بس. الهاوس والريمكس بتاعت بالظبط. اصلها بتفرق تقريبا. تمام. فانا ساعتها كنت واقف في فرع شاطئ القاهره مع حد اعرفه يعني. ودخل واحد يشتري الالبوم ده. فالشخص ده بيقول له هتشتري البوم في عمرو دياب عشان اغنيه؟ قال له عمرو دياب لو نزل البوم بيكح في المايك هشتريه. فالجمله اللي انت لسه قايلها دلوقتي دي على بابلو هي نفس المشوار. بس هو بيعرف يقولها. هي مش عشان يعني الناس كانت بتشتري ده علشان ده كان عمرو دياب. دول كانوا اللي هم الديابيانز. اوكي. وعمرو دياب لو عمل احنا تمام. فبقول لك ان انت لو قلت لبابلو قول سلام عليكم على البيت هيقول لك سلام عليكم ازر يا مختفي اتعلق في ودان. جمله عاديه. صح. فيهاش حاجه. فيهاش فليكسنج. مش اي حاجه. هيعرف يقولها حلوه قوي. حلو فشخ. صح. ايوه صح. فاهمني. صح. فدي ميزه بابلو. هو الكاريزما بتاعت صوته على البيت تخليه بيقول اي كلام حتى لو بسيط، بس هو معلق في ودان. جامد فشخ. الفاينل ليجي مروان بابلو ولا ليجاسي، مين فيهم يكسب بالنسبه لشيكو؟ مروان بابلو ولا ليجاسي؟ بابلو. انا كنت حاسس من الاول. بابلو جدا جدا جدا، لانه بيعمل كل الحاجات اللي انا اخترتها علشانها ليجي وطلع معانا لحد فوق. هو بيعمل بروديوسنج عادي وبيمكس وبيماستر وبابلو. ف جامد. طب تصدق النتيجه كويسه؟ انا كنت قلقان بس ماشي. جامد. يعني النتيجه قريبه لحياتي الحقيقيه جدا. حلو فشخ. يعني اصحابي اللي بيتفرجوا هيلنكوا. هيقولوا ان انا حقيقي. جامد فشخ. تمام. انا كنت متوقع ابيو. لا بصراحه يعني ابيو بحبه جدا. زي ما بقول لك انا بالنسبه لي مفيش حد هيجي ولا هيعرف يقرب من ابيو. هو بجد بالنسبه لي لو نزل قدام اي رابر بره هياكله. لو في راب باتل ما بين المصريين واجانب ياكلهم. لو في مقارنه في التراكات ياكل اي حد. جامد. راجل يمتلك كميه مصطلحات مش عند حد في الدنيا. فبسمع التراك اللي انا قلت لك عليه ده روت واحد هتفهم دماغه راحه فين. فانا بالنسبه لي هو ده مش هيجي زيه. جامد. ساعد الراب
شكرا جدا، هو اللي اداله قبلة الحياة، قمنا تاني من اول وجديد. بس كدماغ ارتست هو الراجل اللي دماغه لوحده، حصل. ما اعرفش اشتغل معاه، ما اعرفش اراهن عليه، اقول انه هيكمل او مش هيكمل، اقول انه هيزق الدنيا لقدام. هو دلوقتي قاعد بيتبسط، هيجي فكره دماغ في فكره تراك في دماغه يقوم يعمله. ما جاش فكره تراك مش هيعمل حاجه. فهمتك. طب ممكن اسالك سؤال؟ يعني انت بتحب ابيو بتاع الدولاب زمان ولا دلوقتي؟ بحب ابيو عموما. يعني ده الوحيد اللي اقدر اقول ان انا بحبه عموما. بحب الرحله عموما. الرابر الوحيد في كله. يعني بابلو ما بحبوش عموما، بابلو عنده حاجات ما بحبهاش. يعني بالمناسبه ما بحبش الجميزه اللي هي كانت البيك، بس انا ما بحبش الجميزه قوي. بس ابيو انا تقريبا ما فيش تراك ما حبيتهوش. اوكي. فاهم؟ جامد فشخ. فلا ابيو بالنسبه لي بجد جت فتره مهمه قوي قوي. انا احب اقل بشوف ايه تراك انا حسيته كرنج لبابلو لابيو مش لاقي. لا هتلاقي حتى في الفيتس بيدخل ياخد الفيرس بتاعه ويمشي. بالظبط. انت يا ابني بقى بالراحه على الناس، انت داخل تساعدهم يا بصغت ده كان المادة بالظبط. اوف مورتال كومباكت ده اقوى فيرس سمعته لابيو بالنسبه لي. بزغط في ذكر البطل. طبعا طبعا. بوف. التراك اللي كان فيه احمد كامل بيراب كان لسه بالظبط. وكان في تراك تاني مع احمد كامل برضه، بس مش فاكر اسمه ايه دلوقتي. يعني يا رب تكون اتبسطت والله العظيم جد، بالله عليك. اهم حاجه ويا رب ما حدش يزعل مننا من اللعبه الاخيره دي، كل الناس فهمتها صح. بس اهم حاجه يعني زي ما قلنا شوت اوت لكل الناس دي كده شغاله، والناس دي كده جامده فشخ. احنا بنتبسط بنلعب لعبه والله كلهم بسمعها بالظبط. كلنا بنسمع الناس دي كلنا بنحبهم كمان. وهم لو مش جامدين فشخ ما كانتش اسمهم اتحطت. صحيح، هي دي البوينت. فاهم قصدي؟ صحيح. العبوا معانا، اتبسطوا معانا، مش اكتر من كده يعني. طبعا. واهم حاجه تكون انت اتبسطت. انا جدا جدا جدا. احنا اتبسطنا فشخ، الحلقه كانت ممتعه فشخ بالنسبه لنا. يا رب تكون بالنسبه لك كانت نفس الحاجه. جدا. يا رب يكون بس الناس تتبسط كده وتحس ان احنا كنا ضيوف خفاف عليهم ان شاء الله يعني. يا رب. في حاجه عايز تقولها؟ خالص والله. يعني اخر حاجه عايز اقولها انه بس نسلك لاجل الله. واللي قادر يعمل حاجه لاخوه يعملها، الله يبارك لكم. واللي قادر يساعد. وفي الاول وفي الاخر احنا جايين نعمل فن وبنهزر وبنتبسط. هي مش مستاهله كل الخناق ده، زي ما قلنا في اول الجزء الاولاني، هي كلها يومين وهنسيب الدنيا، فسيبها كده بذكرى حلوه يعني. نسلك لاجل الله. تعرف ده اللي ما كانش يعني مش هلاقي كلام بعد كده يتقال. يا رب تكون الحلقه كانت لذيذه بالنسبه لكم. عجبتكم الحلقه؟ اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق، شير، لموا علينا الناس، فرجوا علينا الدنيا. ومع السلامه يا جدعان، بحبكم فشخ. سلام. توحشونا.